السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا تمام. إن شاء الله اليوم بنروح نشتري مشتريات العيد. طبعا هذا الفيديو راح ينزل في أول يوم عيد. كل عام وانتم بخير، وعسى يا رب أعوامكم كلها راحة وسعادة وطمأنينة. إن شاء الله اليوم يعني راح أنزل لكم مشترياتي اللي أخذناها للعيد، وبعض تجهيزات العيد من حلويات، من أشياء يعني كذا التجهيزات، فصورتها ودمجتهن يعني مع بعض. فأول شي راح نروح مطرح نريد ناخذ لنا حجابات للملابس يعني. فالمهم رحنا الصباح كذا، فصورت لكم هناك كل المقتطفات، وإن شاء الله يا رب يعجبكم المقطع. وإذا كنتوا أول مرة تشوف قناتي لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايكات. مقطع اليوم تقريبا راح يكون طويل، فما عليكم، إن شاء الله يا رب تستمتعوا فيه. تعالوا نروح ناكل. حل ذيك البيضة، أيوة حلو. باش حل برتقاليات الآن. ها اوكي، هذا البندانة يعني نحن كنا مفصلينها مع لبسة حواء، كلنا نفس القماش، فجبت هذا البندانة عشان أعرف لون الحجاب اللي راح أخذه على أول يوم عيد. فقالوا لنا إن بما إنه مخمل فما راح تحصلوا نفس اللون، لكن حاولت يعني إن أخذ كذا أقرب لون. فكذا جالسة أسوي لكم يعني جولة في سوق مطرح ونحن ناخذه. هذا الحجاب كان واجد مناسب حال اللون، بس المشكلة الخرز هنا ذهبي، بس معانا في اللبسة يكون أبيض وفضي، فما يناسبه يعني. أقولك سوى هذا اثنين. هذا أيوة. خلصنا لا؟ اوكي، هنا جينا عشان ناخذ لنا كذا شباصات، فكنا نريد ناخذ هذا نفس الجلد كذا البلاستيك، هذا مال اطفال يعني. فجينا خذينا لحواء، خذينا كم شي بعد معهم، ورحت اختار اللي انا الشباصات عشان يلفن كامل شعري نفس المشابك. فالمهم لما رحت شفت على اساس كنت باخذ نفس المجموعة كذا، بس بعدها قلنا بنروح ناخذ لنا مال وحدة هذول يلي الحين جالسة اقربهم معاكم. بس حرفيا كان قال يعني اللي صار لهم فترة ضاربتنا الشمس وكلهن غبار حرفيا.
فبعدها رحت خذيت الليمان مجموعة. ما تشتري شيء. هذا بعده بصوا هذا يحكيك انه هنا صورت لكم الأشياء يعني اللي ما صورتها. فلما دخلنا محل الأحذية اخترت لها هذا النعال، وبعد صورت لكم الحجابات اللي أخذتهم لأول يوم عيد. هما هذول الحجابات أقرب لون حرفيا، لأنه قال المخمل يعني ما راح تحصلوا نفس اللون بالضبط، بس يعني راح تحصلوا هذا اللون. في ناس قالوا اختار مثلا مع أبيض أو مع رمادي، فما حسيت يناسق. أقرب شي خذيت اللي هذا اللون. وبعد هذول الفصوص أو الكريستالات ولا ويش يسموهن أقرب شي لللبسة، لأنه صراحة تعبنا من الفرارة وصايمين وكذا، فأخذنا لنا هذول وبس، يعني كذا مال سريع عشان نخلص. بعدها هنا طلعنا أنا والضيف عشان ندورنا صبغة كذا للشعر، فرحنا حرفيا محل بس عشان حصلنا صبغة اللي نحن نريدها. ما حصلنا، عدنا حصلنا في آخر محل. فالمهم بنروح وبنصور لكم هناك. اوكي ما عليكم من التصوير، بس حرفيا لأن طيف كانت قاسة تصور، فأول مرة قاسة تصور فما متعودة. فالمهم خليكم معانا لباقي الفيديو. دعي بس المشكلة.
أخذنا الأصباغ، فبعدها بنروح نرجع يعني البيت. اليوم الثاني بديت جهزت كذا كامل أغراض لأنه راح يجيون البنات يتحنوا، والحمد لله يعني تحنوا كل حدا عقبال حنا العيد، لأن صراحة هذا كان أول عيد استقبل فيه زباين، كان في حماس بس في خوف، لكن الحمد لله يعني كانت كل الأمور طيبة. هنا أهم شي جهزت كامل الأغراض من شريط لاصق هذا الحجم الصغير أهم شي، والمقص وبخاخ يلي يكون فيه ماي بعد ما تقفل النقشة نسوي بالبخاخ، والكلينكس حتى المعصار كل ما يتكتل عليه ننظفه أهم شي. هذول هن كل الأصباغ يلي أخذناهم. أخذنا ألوان غامقة كذا حتى ما تبين واجد الصبغة، وأخذنا هذا الأكسجين السائل. أخذنا هذا السائل صراحة لأنه ما كان عندهم البودرة، لأن كنا ناخذ اثنينتهم، بس لأنه لما نحط البودرة يكون اللون أكثر ماسك في الشعر، بس لأنه ما حاطين البودرة فاللون كان واجد خفيف. اوكي جلست اصغر الفيديو بكثر ما اقدر، فالمهم هنا كان صورت لكم حلويات العيد، صورت لكم كذا على السريع الاشياء نفس حلويات الضيافة هذه الاشياء. فبعدها راح اصور لكم الحلويات كذا يلي امي راح تسويهن. سوت خبيصة وسوت الغريبة، راح انزل لكم اياهن. واخذت بعد هذول وراح اصور لكم كذا اشياء كذا على السريع. فان شاء الله يا رب تحبوا المقطع، واهم شي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايكات. فان شاء الله بعد ما ينزل هذا المقطع راح احاول اني انزل مقطع اول يوم عيد او ايام العيد كذا. هنا بعدها الخبيصة جهزت، بس صراحة ما صورت لكم مكوناتها لانه ما كنت مع امي في المطبخ، كنت مشغولة كذا. هذا هو شكل الخبيصة النهائي، راح اغطيها يعني واسكرها خلاص، وراح ندخلها على الثلاجة. بعدها الغريبة صورت لكم كذا مقتطفات مكوناتها زيت وطحين وحليب بودرة وذرة ملح. اوكي هذا الحلويات كانت جايبت لي اياهم ربيعتي من الهند حرفيا، واليوم استخدمتها، يعني استخدمناهم في الغريبة كذا كزينة. هذا هو شكل الغريبة بعد ما جهزت، صراحة كانت مرة لذيذة حرفيا، يعني بعد الفطور لازم كذا نقربها نشوفها. بعدها هنا حنة العيد صراحة رسمتها حلطيف، وكانت مرة ناعمة ودقيقة وكذا مرة حبيتها. فبعد ما رسمناها في الليل كذا جهزنا عرسية العيد، وهذه هي كانت العرسية، شكلها صراحة مرة مشهي، فلازم في كل عيد عرسية. وهذا هو كان مقطعنا لليوم، إن شاء الله يا رب يعجبكم.